بصراحة لا أعرف لماذا تبعنا. أوه، ها هو. كان فقط يمشي بجانبنا. الجو كان شديد الحرارة والجفاف، لكنه جعل الرحلة ممتعة جدا. كلما وجد بركة ماء صغيرة كان يقفز إليها بفرح ويتمدد داخلها. هو أيضا صعب الإرضاء في الأكل، حتى أننا خصصنا رحلة لنشتري له خبزا وسردينا وجزرة، لكنه لم يأكل أي منها إلا عندما أعطيناه قطعة من الأومليت خاصتنا. هذا صديقنا الجديد اسمه تارا. عندما قطعنا 50 كيلومترا أدركنا أنه متعب جدا، وبما أنني طبيب بيطري نظرت إلى قدميه ووجدتهما متأذيتين، فارتجلنا حلا وألبسناه جواربي. كان يمشي بطريقة مضحكة بخطوات عالية، ثم حصل فيما بعد على حذاء صغير خاص به. بقي 30 كيلومترا للوصول إلى البلدة التالية، فتابع السير معنا. توقفنا نفكر ماذا سنفعل به، وفي اليوم التالي قدنا دراجة 20 كيلومترا إضافيا حتى وصلنا إلى مدينة أكبر، وهناك استأجرنا سيارة وأخذناه إلى مركز إنقاذ. كان الأمر صعبا جدا علينا عند تركه، فقد أصبح جزءا من حياتنا ولم يفارقنا لحظة، لذلك قررنا أن نتبناه. بعد 4 أشهر من الأوراق والإجراءات لعبور الحدود عدنا إلى المغرب لنأخذه، وكانت لحظة مؤثرة جدا أعادت لنا كل ذكريات رحلتنا بالدراجة. بعدها سافرنا إلى أمستردام وركبنا 3 قطارات ثم عبارة إلى بريطانيا. اليوم أصبح تارا جزءا من حياتنا ويمنحنا الكثير من السعادة. قريبا سينتقل للعيش في النرويج، وأنا متحمس جدا ليلتقي بكل كلاب الآخرين. Oh my gosh. Oh my god. We were pretty upset leaving her. She just slotted into our lives and she wouldn't leave our sides. So it just kind of made sense to adopt her. She just brings a lot of happiness. She really just fits into our life.